ونروح بعد كده للمركز ال13 لأقوى فيلم حروب في الستينات The Longest Day اللي عرض في 1962 وعمل إيرادات أكتر من 50 مليون مع إن ميزانيته 10 مليون بس. وطبعا أيامها الفيلم ده معدي في الأرباح مش زي النهاردة بالمليارات. والفيلم فاز ب8 جوائز منهم جايزتين أوسكار وواحدة جولدن جلوب، واحدة منهم لأفضل مؤثرات بصرية. لكم أن تتخيلوا إن ده كان إبداع أيامها، سيد الخواتم بتاع زمان. والفيلم اترشح ل6 جوائز تانية منهم 3 أوسكار وواحدة جولدن جلوب، يعني فيلم تقيل مش أي كلام. والقصة اتهرست في مليون فيلم قبل كده، عملية أوفرلورد، تغلغل القوات الأمريكية في أوروبا وتعاونها مع الإنجليز علشان يهزموا النازيين. والفيلم هيركز على طرد النازيين من فرنسا في 1944، وهنشوف مشاهد معروفة زي مشهد شاطئ نورماندي مثلا. بس مشاهد الحروب فيه قليلة، وطول الفيلم هتتنقل ما بين معسكر الحلفاء ومعسكر النازيين، وهتعيش أجواء أيام الحرب دي بأدق التفاصيل، سواء من ناحية المعارك أو من ناحية كلام الناس وطريقة تفكيرهم، زي كازابلانكا كده، بحيث اللي شاركوا في الفيلم عاشوا فترة الحرب دي فعلا مش تمثيل وخلاص. والفيلم قرب 3 ساعات، وحسب التصنيف مناسب للمشاهدة العائلية، بس مش أمان برضه فواجب التنويه.